طبعا شرفنا حضوركم، والناس اللي مش عارفانا احنا كده شباب الصدر، شباب مش اي حاجه ثانيه. طبعا الناس اللي ما تعرفش الدكتوره هبه مدرسه العلوم السياسيه جامعه القاهره، ومحاضره العلوم السياسيه في الجامعه الامريكيه بالقاهره، وعضو مؤسس لمبادره التيار الرئيسي نحو انسان مصري حر، وعضو مؤسس لموقع اسلام اونلاين، باحث دائر بجامعه اوكسفورد وجامعه بيركلي وجامعه جورج ساوث، مستشار العديد من المنتديات الفكريه والثقافيه، مستشار تقرير التنميه الانسانيه العربي، العاشر صدر من الامم المتحده في منطقه التنميه، محاضر زائر لدار الافتاء المصريه، وكاتب ومترجم في مجال الفكر والادب. السلام عليكم. بشكركم على حضوركم النهارده. انا سمعت ان في ماتش كوره، مش عارفه ماتش ايه بالظبط يعني. فعلا زمان مين هيتغلب، مش مهم مين هيتغلب. عليكم ما فهمش في الكوره خالص يعني. الحمد لله. رغم ان احنا عايزين الناس تتعلم تلعب كوره، بس في السياسه ما بتلعبش لوحدها كده. تلعب فرق كده كويس. وصل خلاص كويس، شكرا. طيب لان احنا كان عندنا فتره طويله زي ما كنا بنقول الرئيس كان بيلعب سكواش. لعبه السكواش انك بتلعب مع نفسك في الحيطه، يعني انت بتباصي الكوره للحيطه وبتلعب مع نفسك يعني. فدي كانت مشكله لانها بتعبر عن عقليه معينه يعني، غير فرق اللعب اللي فيها اعداد كبيره واللي فيها نوع من انواع القواعد المختلفه يعني، نوع من لطف لعبه السكواش. انا كنت النهارده حريصه ان انا اجي تاني اسوان، مهتمه ان انا اتواصل مع الناس ونشوف همومهم خارج المركز الذي ما زال حتى الان متمركزا حول نفسه لحد دلوقتي يعني. كل ما بنزل اسوان وبسمع مشاكل الناس هنا وفي هنا وفي اسيوط، بحس انه احنا لسه قدامنا شوط على ما يعني نتائج هذه الثوره تصل الى جموع المسؤولين في كل الانحاء. فنأمل ان ده ان شاء الله يحصل قريبا، وانه يتم وضع الصعيد على خريطه التنميه بشكل يعني يمكن ان نسميه التمييز الايجابي، يعني انه يبقى في اعطاء مزيد من الاهتمام للصعيد تعويضا لفترات طويله يعني تم فيها تهميش الصعيد اقتصاديا ومن ناحيه وضع السياسات العامه. احنا منذ الثوره بنحاول ان احنا نشوف مصر رايحه على فين، وكتير اليومين دول بعد 3 شهور او ما يزيد الناس لما تقابل الناس في الشارع، داخلين على 4 شهور اهو، يقول لك البلد رايحه على فين؟ انت متفائل ولا مش متفائل؟ يعني لسه كده في حاله من الترقب لما ستسفر عنه الامور. خلونا نرجع مره ثانيه لورا كده شويه ونحاول نفكر نفسنا هو ايه اللي حصل في التحرير. وايه اللي حصل في الحقيقه، مش بس في التحرير، الاهم ايه اللي حصل في مصر كلها، لان التحرير رغم ان هو اللي حظي بالرمزيه الاعلاميه، لكن في الحقيقه انه لم يكن يمكن ان تنجح يعني رمزيه هذا التحرير الا لو كانت المحافظات كلها شاركت وخرجت يوم التنحي عن بكره ابيها تطالب بما تحقق في ذلك اليوم من سقوط راس النظام. المشهد اللي كان في التحرير واللي هنحاول نبني عليه فكره ما الذي يمكن ان يحدث في المستقبل وكيف نبني فكره المدنيه، لان انا كنت بحاول ان انا في اكثر من مناسبه اخرج من الاستقطاب اللي موجود في الحديث عن دوله دينيه ولا دوله مدنيه. في زملاء كتير عارفين انه ممكن قوي الحديث عن دوله اسلاميه مدنيه، بمعنى انه نموذج الدولة الإسلامية في التاريخ كان يقوم على دعم التمدن، وأن المجتمع المدني كما نسميه كان قويا، في مقابل أن الدولة استأثرت بمساحات معينة استقلت فيها بالإرادة. ده يتوقف على كيف نفسر أو نؤول التاريخ العربي والإسلامي من حيث السلطة والقوة والنفوذ. لكن في النهاية احنا لسه أسرى هذا الاستقطاب اللي معانا بقاله فترة طويلة. احنا دولة إسلامية ولا دولة مدنية؟ عايزين نأسس دولة شكلها إيه؟ إذا كانت الدولة مدنية تعني حرية وعدالة ومساواة بين الأفراد وكذا، فالناس تقول دي حاجة لطيفة جدا، وإحنا مش عايزين يبقى في تدخل للقوى الدينية في النظام، ومش عايزين يبقى في تحكم، ويبقى عندنا كده حاجة تانية زي إيران أو دول أخرى. وإذا تحدثنا عن دولة إسلامية الناس تقول بس احنا في النهاية لابد أن نحكم بالشريعة، والدولة هذه لابد أن تعبر عن المجتمع، وهذا المجتمع غالبيته مسلمين، ومدارس الشريعة تحفظ حقوق غير المسلمين. فاحنا
احنا ما عندناش مشكله في مواطنه تنبني على الرؤيه الاسلاميه وتحفظ حقوق غير المسلمين في هذا المجتمع بشكل يعتمد على دستور يؤسس للمساواه الكامله بين المواطنين، ونقدر ندور في هذه الحلقه المفيده. انا اعتقد ان البحث اصلا في المرحله القادمه لابد ان نركز على مفهوم الدوله اصلا، وفي كلام دلوقتي على ان التنازعات ما بين القوى السياسيه والايديولوجيه المختلفه يحاول ان يعني يؤسس سلطه على مساحه لم نحصل عليها بعد اصلا، لانه اذا كانت المدنيه احيانا بتوضع في المقابل الدينيه يعني دوله دينيه، فاحنا في الحقيقه ايضا بنؤسسها في السياسه المدنيه في مقابل العسكريه، واحنا ما زالت دولتنا حتى الان يحكمها العسكر حتى هذه اللحظه، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نشهد ميلاد منظومه جديده سياسيه ونشهد ميلاد تصور جديد للدوله بعد فتره طويله تقارب 60 سنه من حكم العسكر لمصر، سواء كان في زيهم العسكري المباشر او في زيهم المدني. يعني في النهايه ما يحدث الان في مصر ليس مساله سهله، هو هيكون مخاض ليس بالسهل، لان انت بتقول للسلطه العسكريه سلمي مقاليد الحكم في الحقيقه لحكم مدني فعلا لا ياتي من يحكم في قصر الرئاسه من خلفيه عسكريه، هي مش سهله. واعتقد ان برغم انه في تاكيدات وتطمينات طول الوقت انه يعني نريد ان نسلم الحكم لسلطه مدنيه، نحن ملتزمين بذلك من قبل المجلس العسكري، بس المهمه دي مش هتبقى مهمه سهله باي حال من الاحوال.